انت عارف وسط كل اللي بيحصل حوالينا ده وكميات الغدر والخيانة والظلم والدنيا اللي مبقاش فيها امان، من اقرب الناس ليك اللي عايز يخونك واللي عايز يطلع على حسابك واللي عايز يستغلك واللي عايز يعملك كوبري او سلم عشان يعدي عليك ويوصل لغرضه، والقريب اللي بقى عايز ينهش في لحمك قبل الغريب، ووسط الناس اللي انت معاشرهم بقالك سنين وفاكر انهم سندك وامانك في الدنيا وانك هتلاقيهم وقت الشدة وفي المحنة، وسط اللمة والصحبة والشلة وصاحبك اللي طلعت بيه من الدنيا وعمال تتصور معاه وتنزل في ستوريهات وتحط عليها اغاني والحان وانه الشق والاخو واللي عنده صحاب زينا هنقول له يا عمنا. وسط كل دول هتتفاجأ لما تكتشف مين اكتر حد بيحبك فعلا في الدنيا دي وبيخاف عليك وعايز لك الخير وبيتمناه لك زي ما بيتمناه لنفسه بالظبط، وبيسعى فعلا انه ياخدك للخير ده علشان يديهولك، وبيتعب وبيشوف الويلات علشان يوصل لك الخير ده او يوصلك انت ليه ومن غير اي مصلحة ولا مقابل. وهتكتشف ده في الاخر فعلا وهتتأكد منه وهتتفاجأ لما تعرف انه فعلا كان اكتر حد بيحبك وبيخاف عليك وعايز مصلحتك. الناس اللي انت ملموم عليهم وفاكر انهم اعز عندك من نفسك ايا كان هم مين، سواء كانوا صحابك، اخوانك، عيالك، مراتك، وحتى لو كان ابوك وامك، هيجي في يوم وهيغدروا بيك وهيتخلوا عنك، واليوم ده جاي اليوم ده اللي هيفر فيه المرء وهيتخلى فيه عن أقرب الناس ليه، وهم أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وسط الهيصة دي كلها والمدعكة اللي كل الناس فيها عمالة تستندل مع بعضيها وتتخلى عن بعضيها، لأن العلاقة أصلا كانت علاقة مزيفة، ولا الحب والارتباط اللي كان بينكم كان حقيقي، ويا ريتهم يتخلوا عنك وبس وخلاص ويسيبوك لمصيرك، وإنما دول فجأة هتلاقيهم اتحولوا لأعداء وهتلاقيهم بيشهدوا عليك ويقولوا فيك في سبيل بس إنهم ينجوا وإنت تتحرق مش مهم. بس إزاي؟ دول كانوا أحب حاجة عندي في الدنيا، ده احنا حبنا لبعض وصل لدرجة إننا كنا أخلاء لبعض، فجأة يعملوا معايا كده؟ معقول؟ تخيل بقى. وعلشان كده ربنا حذرك قبلها علشان تعرف مين اللي بيحبك بجد ومين اللي حب ليك كان مزيف. فقال سبحانه وتعالى: الأخلاء. مين؟ الأخلاء، زي ما سمعت كده. مين الأخلاء دول؟ يعني الأشخاص اللي بينك وبينهم حب لدرجة لا توصل، الحب اللي وصل بينكم لأعلى درجاته إنكم تكونوا أخلاء لبعض. هيعملوا إيه بقى الأخلاء دول؟ يومئذ بعضهم لبعض عدو، يومها هيتحولوا الأعداء وهيكشف لك إن ده ما كانش حب حقيقي وخوف عليك، وإنما كان حب مزيف، وهتندم في وقت للأسف الندم فيه مش هيفيدك، وهتقول يا ريتني كنت صاحبت وعرفت وجربت من ناس تحبني بجد وتخاف عليا، ناس ما كانوش يتخلوا عني في اللحظة الصعبة دي. فأنت حاليا فيها، اعرف الناس دي وصاحبهم واسمع كلامهم، لأنهم دول الناس اللي هتلاقيهم بيحبوك بجد ومن غير مصلحة ومش هيتخلوا عنك في أصعب لحظات حياتك. طب مين هم دول اللي مش هيتخلوا عني في الوقت اللي الكل بيتخلى فيه عن الكل؟ دول ببساطة هم المتقين، اللي ربنا سبحانه وتعالى كمل بيهم نفس الآية فقال: إلا المتقين. بمعنى إيه؟ يعني لما نجيب الآية كلها على بعضيها، يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا مين؟ إلا المتقين. المتقين دول اللي مش هيكونوا وقتها أعداء، دول هيكونوا حبايب ومع بعض ومتمسكين ببعض لآخر لحظة زي ما كانوا متمسكين ببعض في الدنيا وكان حبهم لبعض صادق. دول بقى وقتها هتلاقيهم في وسط المدعكة اللي دايرة دي، في اليوم ده هتلاقيهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. دي الناس اللي كانت بتحبك في الله وعايزالك الخير من غير أي مصلحة أو سبب. طب الناس دي فين وألاقيهم فين دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده؟ الناس دي موجودين وهتلاقيهم في كل مكان حواليك، بس هتلاقي الشيطان بيبعدك عنهم ويكرهك فيهم، لأنهم طبعا عايزين لك الخير والشيطان مش عايز لك الخير، فهتلاقيه بيكرهك فيهم، مش عايزك تسمع لهم، مخنوق من كلامهم، ما عندكش الصبر انك تقعد تسمع لحد فيهم او منهم نصيحة بيقدمها لك. هتلاقيهم على الميديا تحت مسميات كتير زي مثلا داعية او شيخ او واعظ او عالم، وهتلاقيهم في حياتك تحت مسمى الناصح، تلاقيه دايما بينصح لك علشان تقرب من ربنا، علشان تصلي لو ما بتصليش، علشان تبطل حاجة معينة فيك ممكن تكون وحشة وتكون هي سبب هلاكك. كل حد بيقدم لك حاجة أو نصيحة تقربك من ربنا وتبعدك عن الشيطان هو ده اللي تصاحبه وتقرب منه وتتابعه، لأن ده الرفيق اللي بجد، اللي رفاقتك وصحبتك ليه هتفيدك وهتنقذك في يوم الكل
هيتخلى عنك إلا هم. دول الصحاب اللي بجد، والناس اللي بتحبك بجد من غير مقابل ولا مصلحة.